السلام عليكم. النهاردة في سلسلة تعلم سي بلس بلس هنتكلم عن حاجة أساسية جدا، من غيرها البرنامج مش هيعرف يقارن أو ياخد قرارات. موضوعنا النهاردة هو ال comparison operators أو عوامل المقارنة. يلا نبدأ ونشوفهم واحد واحد. طيب خلونا نفهم ايه هي ال comparison operators بشكل مختصر كده. هي عوامل المقارنة بتستخدم في ايه؟ بتستخدم للمقارنة بين قيمتين. انا مثلا بشوف هل دي اكبر هل دي اصغر، بقارن بينهم. اوكي، النتيجة دايما بتطلع يا اما true يا اما false، وغالبا بنستخدم ال comparison operators دي جوه جمل الشرط زي if كده. خلونا نجرب كده كل ال comparison operators اللي عندنا دي واحد واحد. اوكي، هنعمل مثلا int ال a بتساوي 3 و int b بتساوي مثلا 5. اوكي، هنجرب دلوقتي كل اوبريتور بتعمل ايه ونشوف الناتج بتاعها ايه. اوكي، مثلا اول حاجة ال a سوري equal ال b. انا قلت ان هي بتطلع يا true يا false، يعني واحد او زيرو. اوكي، طيب \n ادي اول اوبريتور ده بيعمل ايه؟ الايكوال دي معناها هل ده بيساوي ده، يعني هل ال A بتساوي ال B. الايكوال لوحدها اللي فوق دي بدي او بسند value لمتغير او variable. اوكي، انما equal دي كده comparison operator بتشوف هل ال A بيساوي ال B، ونتيجة المقارنة دي يا اما هتكون بترو او false اللي هي بواحد او زيرو. اوكي، طيب تاني اوبريتور عندي مثلا هنعمل كده. تاني اوبريتور هو ال not equal. يعني ايه not equal؟ هي واضحة كده، يعني مش محتاجة شرح كتير. \n. طيب ال not equal دي يعني ال A ما بتساويش ال B. اوكي، وقلت برضو هتطلع يا اما yes or no او true or false او واحد او زيرو. اوكي، طيب تالت اوبريتور عندي هنقول ان هو الاكبر من. اوكي، \n. هكتب بس اللي بعديه لان هما قريبين. اوكي، دلوقتي عندي تالت ورابع اوبريتور اللي هو هل ال A اكبر من ال B وهل ال A اصغر من ال B. اوكي، وعندي كمان اوكي دلوقتي بيشوف هل ال A اكبر من او بتساوي ال B، واللي بعدها هل ال A اصغر من او بتساوي ال B. اوكي، المتوقع دلوقتي النتائج دي تكون ايه؟ اول واحدة هل التلاتة بتساوي الخمسة؟ لا، فطلع لي زيرو. طيب تاني واحدة هل ال A مش بتساوي ال B اللي هو التلاتة ما بتساويش الخمسة؟ طبعا هتطلع لي واحد. طيب تالت حاجة، تالت اوبريتور، هل ال A اكبر من ال B؟ لا طبعا التلاتة مش اكبر من الخمسة، فهتطلع لي زيرو. طيب هل ال A اصغر من ال B؟ التلاتة اصغر من الخمسة طبعا. طيب هل ال A أكبر من أو بتساوي ال B؟ يعني التلاتة دي أكبر من الخمسة؟ لأ. طب التلاتة بتساوي الخمسة؟ لأ. طلع لي ايه؟ زيرو. طيب هل ال A أصغر من أو بتساوي ال B اللي هو الخمسة؟ هل التلاتة أصغر من الخمسة؟ اه. طب بتساويها؟ يعني هو بيقولك أصغر منها أو بتساويها، يعني فهي أصغر منها، خلاص هتطلع لي واحد. اوكي، طيب أنا دلوقتي عندي زيرو وان زيرو وان زيرو وان. هنشوف النتيجة بقى كده. طلع لي زي ما توقعته بالظبط اهو.
010101. اوكي. طيب خلونا ناخدها في مثال if مثلا وندمجها مع اللوجيكال اوبريتورز. نشوف مثلا دلوقتي if مثلا ال A أكبر من الاتنين or ال B بتيكوال 5. اوكي. see out yes مثلا else see out no. اوكي. دلوقتي احنا مستخدمين الكومباريزون اوبريتورز واللوجيكال اوبريتورز. اوكي. طيب هل دلوقتي ال A اللي هي ب3 اكبر من الاتنين؟ يبقى الشرط ده متحقق. او ال B بتساوي 5. الاتنين بترو طبعا، الشرط ده بترو والشرط ده بترو، فكده كده هتطلع لي يس. او ممكن عشان نبين الاور برضو ان هي على الاقل شرط واحد متحقق، فهنخلي الايه اصغر من الاتنين. فدلوقتي بقى عندي هل ال3 اصغر من الاتنين؟ متحققش. طب او البي اللي هي ب5 بتساوي 5، طبعا متحقق، فاوكي هيطلع لي يس. تمام، طلعت يس. وبكده نكون عرفنا الكومباريزون اوبريتورز في سي بلس بلس وازاي بنستخدمها عشان نقارن الفاليوز ببعضيها وناخد قرارات بناء على طلعت لي ترو او فولس في البرنامج. لو استفدت متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد.